بناء الحب، الثقة، الأمان، ومش بس للطفل على فكرة. للأهل كمان؟ أيوة، للأهل كمان، دي رحلة ليهم هم كمان. طيب، خلينا نبدأ بأهم نقطة يمكن المصادر دي بتتكلم عنها، إن التربية دي يعني في جوهرها أعمق بكتير من إننا نعلم الطفل الأدب أو إزاي ينجح في المدرسة وبس. صحيح. الفكرة الأساسية اللي هو إزاي نصنع قلب آمن وروح مطمئنة للطفل ده. والحلو هنا إن الأهم مش إن الأب أو الأم يكونوا مثاليين، مفيش حد مثالي أصلاً. لا طبعا. الأهم هو الأب أو الأم اللي بيكون حاضر بقلبه بوعيه، اللي بيشوف فعلاً ابنه أو بنته محتاج إيه، وبيختار يكون موجود معاه بحب حتى في الأوقات الصعبة. يعني اللحظات الصغيرة دي. بالظبط. المصادر بتقول إن حاجات بسيطة زي حضن بعد غلطة أو حتى ابتسامة الصبح كده هي دي اللي بتبني الأساس اللي بيحسس الطفل إنه متشاف ومقبول زي ما هو. أيوة، والذكريات دي بتفضل معاه، بتفضل محفورة جواه. واللي لافت قوي بقى في كلامك ده وبيربط عليه فعلا هو إن المصادر دي بتقدم التربية كأنها يعني فرصة حقيقية للأهل نفسهم إنهم يكبروا. إزاي ده؟ يعني الطفل مش بس مسؤولية وخلاص، لا هو زي ما بتقولي فرصة تتعلم فيها صبر جديد، حب بشكل مختلف، فرصة تكتشف فيها نفسك من أول وجديد. الله، النقطة دي قوية قوي. جدا. وبتتكلم كمان عن إمكانية كسر دايرة تكرار أخطاء الماضي اللي ممكن الأهل يعني عاشوها هم صغيرين. إنهم ما يكرروش اللي أهلهم عملوه معاهم لو كان بيضايقهم.